ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. مع بعض بقى فيديو جديد. الاول نذكر الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا بقى بينا كده على السريع نعمل تنظيف بشره واحنا كده داخلين ننام، من غير بقى بخار ولا اي حاجه. بصوا، تنظيف بشره للناس اللي مستعجله، وبصي مش هياخد منك اصلا يعني 10 دقايق. اول حاجه هنعمل ايه؟ عندي هنا دي تفل القهوه. قبل ما انزل شربت القهوه بتاعتي وايه، وسبت التفل بتاعها. ارمي التفل بتاعها؟ لا، مش هرميه. قد ايه التفل ده بيفتح البشره، بيشد البشره، بيمنع ظهور التجاعيد، بيقفل المسام، بيخلي البشره قد ايه كده رطبه وملمسها حلو جدا جدا. طبعا انا مش هحط طبعا التفل بس كده، هحط بقى معاه ايه؟ باكت من الشاي الاخضر. طبعا انا دلوقتي مش عندي تفل القهوه ومش هحط قهوه مثلا. انت ممكن تاخدي الشاي الاخضر وعليه معلقه من اللبن او معلقه من الزبادي او قشر الزبادي. قد ايه مفيده جدا جدا للبشره. هعمل معاكم على السريع كده وايه، ونحط الماسك بتاعنا من غير اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا ان انا افضي اهو. فضينا باكت الشاي الاخضر اهو، وهبدا اجيب معلقه اهو، وزي ما انتم شايفين كده. وهنبدا بقى ايه؟ نحط الماسك بتاعنا. عايزه اقول لكم الماسك ده 3 في 1. يعني هننضف بشرتنا، هنقشر بشرتنا، هنفتح بشرتنا. بصوا هيمشي معاكم اي حاجه. الناس كمان اللي متعرضه للشمس وبشرتها بتسمر بسرعه اول ما بتشم كده الشارع، فحلو جدا ليها اول ما بترجعي البيت تعمليه. بجد بجد مفيد، سحر جدا للبشره، بيفتح اول بشره. كمان الناس اللي عندها كده من الخط من الحجاب، بيبقى هنا لون ويبقى هنا لون. عايزه اقول لكم بجد ده بيوحد لون البشره لما بتستمر عليه. طبعا القهوه والشاي الاخضر، يعني انتوا خشوا كده اعملوا سيرش، هتعرفوا قد ايه فوائد القهوه والشاي الاخضر، والاتنين بجد بجد حلوين جدا. هسيب بقى الماسك ينشف على بشرتي، وهبدا بعد كده ان انا اغسل وشي، وبغسل وشي بالغسول المناسب لبشرتي. هنسيبه بقى ينشف خالص، وبعد كده بحركات دائريه هننزل كل الماسك ده. كل تنظيف البشره او خطوات تنظيف البشره اختصرناها في خطوه واحده، وكمان هنعمل خطوه تاني بس هنعملها بعد ما نغسل وشنا. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هنزل بقى الماسك بتاعي كله، وبعد كده هبدأ ان انا اغسل بالغسول. والغسول اللي انا استخدمته اسمه ناتري لجميع انواع البشرة. بعد كده هندخل بقى على الكولاجين الطبيعي. غسلنا بشرتنا ونشفناها، وبعد ما نشفناها هنستخدم بعد كده كريم. انا بستخدمه، انت ممكن تستخدمي اي كريم مرطب، بس الكريم ده بجد بجد قد ايه حلو جدا وفرق معايا. ومن اول استخدام هتشوفي النتيجة، يعني نتيجة حلوة جدا. طب الكريم ده اسمه ايه؟ ايفا كولاجين. ايفا كولاجين ده طبعا بيحفز انتاج الكولاجين الطبيعي لبشرتنا، وكمان بيفتح البشرة. يعني في بقى منه انواع كتيرة. انا طبعا استخدمت اللي ايه مكتوب عليه من تحت بلس 30. طبعا المكتوب عليه بلس 30 ده بعد سن ال 30. في عندكم بلس 30 وبلس 40 وبلس 50، ده كده بقى تستخدموه. عايزه اقول لكم طبعا دي اول واحده اللي هو بلس 30 ده بيعمل ايه هنا. بيقول لك لملء الخطوط الرفيعه، ويساعد على تصحيح اولى علامات تقدم السن. فحلو جدا جدا بعد سن ال 30. بتستخدموه ازاي؟ بتستخدموه مره الصبح ومره بالليل، ولمده شهر يعني هتلاحظي نتيجه حلوه جدا جدا. طبعا ده تاني مره استخدمه، وعايزه اقول لكم بجد بجد قد ايه حلو جدا. بيفتح بحيث ان هو بيعمل خدود حلوه قوي قوي. طبعا البنات الصغيرين طبعا مش هتستخدموا الكريم ده، هنستخدم اي مرطب سوفت، اي كريم مرطب. طبعا عندكم انواع مرطبات كتيره في السوق،
والافضل كمان ان كل واحد يستخدم المرطب اللي مناسب مع بشرته. في مرطبات للبشره الجافه والمختلطه وكمان الدهنيه. فهنبدا بقى نحط الكريم بتاعنا، هنستخدمه على بشره نظيفه جدا. طبعا سعره حلو جدا، مناسب وجميل جدا. هبدا بقى ان انا ابخ بخه كده اهو. مهم. مهم. اهو، يعني هنفس كده فستين 3 4 في كل حته، ونبدا بقى نعمل كده. روتين سهل وبسيط وحلو جدا، مش هياخد معاكوا اي وقت، بس انت بجد بجد هتصحي من النوم هتلاحظي فرق رهيب، فرق بجد بجد رهيب في البشرة. و هتحسي ان بشرتك كده مشدودة حلوة جدا جدا جدا. فعايزة اقول لكم ان احنا كده عملنا تنظيف سهل وسريع جدا جدا. بصوا، وبرده ما تنسوش هنعمل بقى كده زي مساج. دي هتلاحظي فرق رهيب اول ما تصحي من النوم كمان. هتلاقي بشرتك كده مشدوده وحلوه. وما تنسيش كمان شرب الميه، لازم تشربي ميه كتير جدا علشان الميه دي حلوه جدا للجسم وللبشره والجلد بتاعنا. فزي ما انتم شايفين كده، ايه رايكم؟ وبكده عملنا تنظيف وسكراب وتفتيح، وكمان حطينا كريم بيحفز انتاج الكولاجين الطبيعي للبشره. فيعني تنظيف بشره سهل وسريع وما خدش مننا وقت خالص. هستناكم تجربوه. باي باي، مع السلامه.